من جدينا. الحقيقة يا ماما احنا بنضيع منك، بنضيع كلنا بنضيع. الله يرحمك يا إبراهيم. كان قبل كل عيد، يعني في أواخر رمضان أو قبل العيد الكبير، كان ينزل يلف على المعارف والمحلات. عارفين ليه؟ عشان يجيب ال5 جنيه الجديد. كل واحد فيكم 5 جنيه ولازم تكون جديدة، هدية يفرح بيها ويحس إنها هدية بجد. كنت أقول له ليه يا إبراهيم؟ ال5 جنيه كتير. يقول لي لا، عشان عيالي تطلع عينهم مليانة وما يحسوش إن هم أقل من حد. أنا فاكرة يا ماما لما خدت منه ال5 جنيه مرة وعورت صباعي، كانت حامية عاملة زي السكينة. مش عارفة كانوا بيطبعوها في البنك ولا عند الحداد، بس كان فيها بركة، كان فيها بركة يا ولاد أمي وأبويا. يا منيرة اللي أنت بتتكلمي فيها 5 جنيه إيه وعورتي إيه؟ وأنت يا حاجة انزلي لنا بقى، انزلي لنا واقعدي معانا على الأرض. الله يبارك لك، عيشي معانا الواقع. عندك حق يا خالد، ال5 جنيه ما عملتش حاجة ولا هتعمل حاجة. مشاكلكم انتوا اللي تسببتوا فيها بنفسكم، ودلوقتي جايين ترموا ذنوبكم عليا. عارفين ان انا بحبكم وان انا مستعده اعمل اي حاجه عشانكم، الا رضا ربي، الا اخرتي. لا، ده حق ربنا، ده حق ربنا. يا رب يا رب قبل ما اضيع خدني عندك. لا، خدني عندك يا رب، خدني عندك يا رب، خدني عندك يا رب عشان خاطرك، خدني عندك النبي يا ماما عشان يستريحوا كلهم. خدني عندك يا رب، خدني عندك يا رب. عجبكم كده؟ مبسوطين؟ تدعي على نفسها. انتوا ايه؟ بقيتوا عاملين زي الكلاب المسحورة، مفيش في قلبكم أي رحمة. حرام عليكم، كفاية. منير مدديني. حاضر يا ماما. انا عايزه الحق انام شويه. حاضر يا أمي. خدي، يا ريت بقى تنزلي تجيبي لهم حاجه كبيره كده عشان تشبعوا. مفيش فايدة، قلت لكم مفيش فايدة، مفيش فايدة.